مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا عبر اثير راديو الزهره، وهذا اللقاء مع الدكتوره ولاء فايز بقسم الاذاعه والتلفزيون بكليه الاعلام جامعه المنوفيه. اهلا بك ضيفه عزيزه غاليه علينا دكتوره ولاء. اهلا وسهلا بك يا فندم، اهلا وسهلا بك. يعني ما شاء الله جهود جميله ومميزه لاثراء قسم الاذاعه والتلفزيون ودعم ابنائنا من الطلبه والطالبات ووضعهم على الطريق والمسار الصحيح. ناخذ فكره من حضرتك دكتوره ولاء عن طبيعه الورشه المزمع اقامتها الاحد القادم ان شاء الله. هي الورشه بتتكلم عن استخدام تقنيه التليفون في التصوير. طبعا حضرتك عارف ان احنا دلوقتي عندنا هوس اسمه التصوير، ودي حاجه طبعا مهمه في الانتاج التلفزيوني. طبعا ما فيش حاجه من غير صوره بتنفع. حضرتك عارف ان الصوره بتغني عن الوف الكلمات. فطبعا الصوره مهمه، لكن مش كل واحد بيعرف يستخدم الكاميرا بشكل جيد زي المحترف او البروفيشنال. فانا قلت ان انا اعمل حاجه للطلبه تبقى التليفون معاهم، هم عاوزين يستفيدوا من التقنيات بتاعته. فانا ما لقيتش احسن من ان انا اقدم لهم ورشه تدريبيه فعلا على التقنيات اللي احنا كلنا يعني بعضنا ما يعرفش تقنيات التليفون في التصوير عامله ازاي. بقت حاجه حديثه، يعني حاجه في ايدينا حديثه احنا مش عارفين نستغلها. دكتور يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله، يعني احنا متابعين الفترة الأخيرة في زخم كبير من ورش التدريب، ويعني قسم الإذاعة والتلفزيون بيحظى باهتمام كبير من أبنائنا من الطلبة والطالبات، ويمكن الالتحاق بالقسم بيؤكد ذلك بالأرقام. شايفة حضرتك لماذا يقبل الطلاب على الالتحاق بقسم الإذاعة والتلفزيون أكثر؟ طبعا حضرتك عارف اللي احنا عندنا الهوس اللي احنا عاوزين مذيعين، نبقى مذيعين. طبعا الفترة اللي فاتت حضرتك شايف اليوتيوبرز والتقنيات الحديثة اللي على اليوتيوب. فطبعا كل الولاد عاوزين يدخلوا القسم عشان يبقوا حاجة زي دول، بس بحاجة بقى ايه، تقنية وعلمية اكتر. اللي هم ياخدوا إلقاء وبياخدوا تصوير وبياخدوا إخراج وبياخدوا كل الإنتاج كامل بتاع التلفزيون. فدي حاجة كويسة لهم، ده اللي خلاهم يحبوا ان هم يدخلوا إذاعة وتلفزيون. عشان كده دكتورة ولاء، يعني نصيحة بتوجهها لأبنائك وبناتك من الطلبة والطالبات بقسم الإذاعة والتلفزيون للسير نحو مستقبل مشرق في هذا المجال الكبير والهام جدا، فماذا تقولين لهم حضرتك؟ التدريب، الممارسة، اللي هو يمارس ويتدرب وما يقفش بس على الحاجة الأكاديمية اللي بياخدها، لا يقف على كل حاجة جديدة ويواكب العصر وتطورات العصر من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها. الإعلامي مهما كان عارف حاجة أكاديمية ما بيعرفش يستخدمها إلا من خلال الممارسة والتدريب عليها أكتر. فأنا بقول لهم اتدربوا في كل المجالات، المونتاج، التصوير، الإعداد، الإخراج، كل حاجة يتدربوا عليها عشان يبقى إعلامي شامل. فعلا التدريب بيساوي حياة في مجال الإعلام الذي لا سقف له، والإبداع أيضا لا سقف له. دكتورة ولاء فايز، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة المنوفية، كنت ضيفة عزيزة غالية علينا. شكرا يا أستاذ محمد، شكرا جدا.